السلام عليكم ورحمه الله. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله نشارك معكم هاد الميني بيتزا اولا الميني كيك مالح. كيجيو زوينين ولداد بحشوه سهله واقتصاديه. ممكن توجدوهم في ظرف وجيز، يعني في وقت قصير توجدوهم بمقادير كما قلت لكم سهله واقتصاديه، وكتخرج لنا 20 حبه اذا استعملنا المول اللي فيه 8 سنتيم. مول صغير فيه 8 سنتيم تعطينا 20 حبه. خليكم معايا تشوفوا الطريقه والمقادير. من قبل تنبغي نقول لكم عواش لكم بركه مسعوده ورمضان يدخل عليكم بالصحه والسلامه وباش ما تمنيتوا ان شاء الله. المقادير اللي كنحتاج: عندي هنايا الدقيق حسب الخليط وجوج اكياس ديال الخميره، عندي نص كاس ديال الزيت زيتون وزيت المائده خليط بيناتهم، عندي هنايا كاس ونص ديال الحليب بالعبار ديال الكاس العنبه، هنا عندي معلقه ديال لا موطارد، عندي 3 البيضات، وهنايا السكر سنيده معلقه صغيره، شويه ديال الابزار وشويه ديال الملحه. وهنايا عندي هاد لي مول الفرديين، ممكن ديروا مول عائلي. هنايا مول فردي مدهون بالزبده ومرشوش بالدقيق. غادي نحتاج الخلاط هذا غادي نخلط المكونات كامله. غادي ناخذ البيض، بسم الله. ممكن ديروا غير الطراب اليدوي الا بغيتو. وغادي ناخذ الملحه والابزار والسكر سنيده نضيفهم، ومعلقه ديال لا موطارد، غادي نطرب هاد المكونات اللي درت وغادي نرجع معكم. هنا كما كتشوفوا بعد ما تخلط البيض مزيان ودارها كطلع الرغوه، غادي نضيف داك الكاس ديال الحليب ونص، حتى هو نخلطو مزيان مع الحليب ونرجع معكم. غادي نضيف الزيت بعد ما ندمج الحليب مع العناصر الاولى. غنضيف الزيت، هنا غادي نبقى نضيف الدقيق شويه بشويه. غادي ندير واحد 6 المعالق، 3 4 5 6. غادي ندمجهم مع الخليط ونرجع معكم. غادي نضيف الدقيق مره اخرى، 2 3 4 وشويه. هنايا انا ضفت 4 ديال المعالق كبار وواحد شويه، وغادي نزيد معاهم الخميره. الدقيق راه عندي مغربل، غادي ندمج العناصر كامله ونرجع معكم. هنا غادي نزيد واحد 2 معالق اخرين ديال الدقيق لان بقى لي شي شويه جاريه، الخليط بقى شويه جاري. غادي نزيد شويه ونقول لكم بالضبط شحال دخل ديال الكيسان ديال الدقيق. هنايا غادي نضيف واحد معلقه كبيره ديال الخل. عندي هاد المعلقه انا راه موين ديال الديسير، غادي ندير منها 2. واحده، ها 2. وغادي ندمج الخل مع الدقيق ونرجع معكم نقول لكم بالضبط شحال دخل ديال الدقيق في هذا الخليط ديال الكيك. هنايا انا دمجت الخل مع الخليط ديال العجين ديال البيتزا.
اولا ديال الكيكه المالحه. غادي نفرغ العجين ديالي في ليمون. هنايا بالنسبه للدقيق دخلوا لي 3 الكيسان ديال كاس د العنبه، لابار ديال كاس د العنبه. والنوع ديال الدقيق اللي استعملت كنز. هنا ديما تنقول لكم انا على حسب النوع اولا الجوده ديال الدقيق اللي استعملته. انا استعملت كنز، هانتوما كتشوفوا كيفاش جا القوام. غادي نعمر هنايا الليمون ديالي، غادي ندير فيهم النص. ضروري هكا تمشي شويه، خصو يكون في النص. غادي نكمل التعمار ديال الليمون ونرجع معكم باش نوجدوا الحشوه اللي غادي نعمروهم بها. كما كتشوفوا معايا هنايا انا كملتهم بالتعمار، عطاوني 20 حبه. القطر ديال هاد الليمون هادو عندي فيه 8 ديال السنتيم. هنا القطر ديالو 8 ديال السنتيم. غادي ندخلهم يطيبوا في الفران ديال الضوء على درجه حراره 180، وغادي ندوز نعمر نوجد معكم الحشوه باش غادي نعمروهم. بالنسبه للحشوه كنحتاجوا، عندي هنايا الكفته، ممكن ديروا الدجاج اولا ديروا بستر ديال بيبي. عندي المعدنوس، الهريسه الحار، هريسه حاره شويه. وهنايا عندي البصله مشلضه، شويه ديال الابزار والخرقوم والسكنجبير، وواحد شويه ديال الملحه. وهنايا عندي الزيتون مقطع دوائر. وغادي نحتاج زيت الزيتون وزيت المائده. غادي ندير شويه ديال زيت الزيتون، ما نكثرش، شويه لان الكفته فيها ليدام. وهنايا شويه ديال زيت المائده. وغادي نحتاجوا الفرomage حتى نبغي نعمرهم، وغادي نجيبو. غادي نرجع الكل فوق نار مهيله حتى يطيبوا، ونرجع معكم باش نعمروا البيتزا ديالنا. هنايا الحشوه من بعد ما طابت طفت عليها، نتوما كيفاش جات تفردت مزيان مع البصله. غادي نزيد الزيتون. انا هنا ما كثرتش الزيتون بزاف، درت غير شويه. غادي نخليها تبرد بين ما طابوا لي الكيكات اولا البيتزات، ونرجع معكم. هنا كما كتشوفوا معايا من بعد ما خرجتهم من الفران جاو على هذا الشكل هكا كما كتشوفوا. غادي نعمرهم بالحشوه هنا في الوسط، وغادي ندير لهم الفرماج على الوجه ونرجع معكم. هنايا من بعد ما عمرتهم بالفرماج غادي ندخلهم للفران، غير يذوب الفرماج على الوجه ونخرجهم. الفران غادي يكون سخون. يلا ندخلهم واحد دقيقه ما كاملاش اولا غير نص دقيقه يذوب الفرماج ونطفي عليهم. بيتزا اولا كيكه مالحه معمره بعد ما خرجتهم من الفران جاو على هذا الشكل هكا كما كتشوفوا. كنتمنى اقتراح اليوم من الاعجاب ديالكم وتجربوه، والى فرصه مقبله ان شاء الله.